اليوم عندنا خبر عاجل من خلال وزارة التربية أو خبر مفرح لكافة الطلاب الصباحي والخارجي، بأن أكثر الطلاب حاليا يسألون كيفية التقديم على الدراسة الخارجية. واليوم راح أشرح لك ما هي المستمسكات المطلوبة على مود تقدم ولغت سنوات الانتظار لو ما لغوها. طبعا اشترك بقناتنا وفعل زر الجرس وانضم إلى قناتنا مال التليجرام، رابطها في أول تعليق مثبت. وإذا ما تعرف روح على التليجرام الخاص بيك واكتب في قائمة البحث ياقوت الخفاجي وسوينا انضمام الى قناتنا متواضعه. طبعا يا طلاب وزاره التربيه فتحوا التقديم على الدراسه الخارجيه اللي هو 2022 اللي هو 11/20، انفتح التقديم اللي هو 20/11 وينتهي التقديم 2022 اللي هو 25/12، يعني لمده شهر كامل. وزارة التربية بهاي الحالة يا طلاب الطالب اللي ياخذ 45 إلى 49 راح يصير 50 مباشرة. وكذلك وزارة التربية تقول سنوات الانتظار لغيناها، وكذلك لازم الطالب اللي يقدم لازم يكون عمره 18 سنة مواليد 2004 فما فوق، يعني مواليد 2003. انت حاليا اذا تروح تكتب 2003 ناقص 2022 راح يطلع عمرك 19 سنة، يعني انت مقبول تقدم على الدراسة الخارجية. أما سنوات الانتظار وزارة التربية لغتها بشكل كامل. طبعا الطالب اللي يمتحن الامتحان التمهيدي يتأهل بدرس أو درسين على مود يتأهل للامتحان اللي هو النهائي. وكذلك الضوابط المطلوبة لازم تروح تجيب وثيقة من المدرسة مالتك، بعدين 6 صور ذات خلفية بيضة، وكذلك تملي الاستمارة مثل هاي الاستمارة اللي حاليا قدامك عزيزي الطالب. هاي الاستمارة اللي هي قدامك مثل ما جاي تشوفها تلقاها عن طريق قناتنا مال التليجرام. هنا عندك كل شيء متوفر عن طريق قناتنا مال التليجرام. هي هاي المعلومات اللي مطلوبة، نفسية اللي حاليا موجودة ذني نفسية تمليهن انت عدها لك وبرقة وقلم، ومن بعدها تقدمها للتربية اللي انت تابع لها. عندك سؤال عندك استفسار ادخل عن طريق قناتنا مال التليجرام او تروح على حسابك الانستغرام وتكتب في قائمة البحث ياقوت الخفاجي وسوي لنا انضمام، وانا جاهز لاي سؤال. واتمناكم كل الخير ودمتم في امان الله.